أجيبوا يا أخوان. هل عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله أو ما أمضاه في اللهو والترف؟ ما أمضاه في طاعة الله. وليندمن الإنسان عند موته على ساعة بل على دقيقة فرط فيها فلم يعمل فيها بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. وما ظنك إذا قدمت بين أيدي الناس جثة هامدة لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تعمل، ألم يكن منك ندم؟ سيكون والله منك الندم، ولا يمكنك العتاب ولا الاستعتاب، إنك ستندم. وإني سائلك: متى تكون هذه الحال؟ أبعد 100 سنة أم 1000 سنة أم سنة أم ساعة أم شهر أم لحظة؟ ما تدري. لا تندمن على ما فوتت من عمرك، استغرق عمرك بطاعة الله عز وجل أو ما يعين على الطاعة حتى تكون رابحا في الدنيا والآخرة. عليكم أيها الإخوة بالسمت الحسن والخلق الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا من أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. خالق الناس بخلق حسن لتكن صدوركم منشرحة، ولتكن وجوهكم منطلقة، حتى لا تلقوا الناس بوجوه عابسة وصدور ضيقة. وتحملوا واصبروا، فإن الدنيا لن تدوم على سرور أبدا. قال الله تبارك وتعالى: نبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الشاعر في حكمته: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. فاصبروا، اصبروا على النعماء، اصبروا على البأساء. أما الصبر على النعماء فأن تصرفوا النعمة في طاعة الله، وأن لا تحملكم على الأشر والبطر. وتذكروا قول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. اذكروا هذا، اذكروا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه هي الحقيقة. ثم اعلموا أيضا أنكم إذا صبرتم على النعماء بشكرها وأداء واجبها فأنتم والله رابحون، رابحون نعمة الدنيا ونعمة الدين ونعمة الآخرة. فاعملوا صالحا مع الرجاء أن يقبل الله منكم وأن يقربكم إليه. واعلموا أن الحياة الطيبة لن تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلنا يريد أن تكون حياته طيبة، لكن أين السبيل؟ السبيل بهذين الأمرين: الإيمان والعمل الصالح.